لاعبي وعناصر المنتخب المغربي في هجمة أولى وفرصة للاعب من إسماعيل أمازال على الجهة اليسار، تصويبة قوية لكنها بعيدة إلى خارج. كرة اللعب الآن في وسط الملعب لمنتخب المغرب، تصويبة قوية حلوة للمنتخب المغرب، مميزة قوية كانت في اللقطة الماضية. اليسار تلعب بينية جميلة حلوة، اوهو حلوة لمحة فنية مغربية، شوفها تركها لإدريس وكانت جميلة ورائعة للمنتخب الذي يمتع حتى الآن منتخب المغرب، وفرصة وحارس كان مدرب منتخب المغربي هشام الدكيم في ليتوانيا العام قبل الماضي، إذن هو يمتلك سي في مميز مع المنتخب المغربي. تصويبة حلوة على رقم 13 حمزة. أحمد عبد العزيز يلعب كرة أمامية باتجاه أحمد الأجنف، بالكعب جميلة للمنتخب المغربي، وزياد عزيز لصالح منتخب المغرب، تصويبة على الطاير حلوة وتعود مرة أخرى وما زالت مستمرة للمنتخب المغربي، فيها ركنية الآن، تعود تصويبة على الطاير من أنس، راسية حلوة وتعود الكرة وتتصوب، وهذه التصويبة والكرة اللي كانت على مرتين من زياد عزيز، والتصدي في المرة الأولى والثانية، تعود خطيرة لصالح منتخب ليبيا، ولكن تتخلص، ما زالت الخطورة مستمرة وتتخلص إسماعيل أمازال. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا إسماعيل أمازال، ما زال إسماعيل أمازال يتألق حتى تمكن من التقدم للمنتخب المغربي وتسجيل الهدف الأول. هدف ربي بعد هذه المشاورات يعتمد هدف إسماعيل أمازال، هذا الهدف، هذه اللقطة، والهدف واحدة إبراهيم المهلهل، وفرصة وكرة وهدف ثاني ممكن، ما زالت مستمرة. إدريس يحاول التقدم والمرور والتخلص من إبراهيم المهلهل، يتخلص يصوب وإلى خارج، لم يتعامل مع الكرة بالطريقة الأسلم، تصويبة قوية، الله كرة وفيها نظرة للفيديو الداعم، هل دخلت الكرة؟ قرار لحكم المباراة، ونعم، شوفها قوية جدا، أثارت الجدل داخل الصالة، لا تصد، لا تمنع، لا ترد، لا تبعد. كرة أنس العيان صاحب الهدف الجميل والتصويبة القوية في المباراة، تعود الكرة الآن مغربية، وحارس المرمى زياد عزيز، كرة تتخلص من لأنس اللي حاول المرور، لكن أحمد الأجنف يخطف كرة مرتدة ليبيا، وفرصة ضاعت مرة أخرى بأن يقلص النتيجة إلى فارق هدف. الماضية كرة هنا تلعب، تتصوب وإلى خارج أرضية الملعب. حمزة إلى أنس مرة أخرى على الجهة اليسار، سفيان شعراوي، أنس مع سفيان وفرصة، الله، إبهار، إمتاع، طرب مغربي لا يمل، وهدف ثالث عن طريق سفيان شعراوي الذي يكتب شعرا طربيا مبهرا في شباك المنتخب الليبي. الهدف الثالث، شوف التمريرة والأسيست لسفيان شعراوي، والهدف الثالث للمنتخب المغربي، أسيست جميل من أنس العيان اللي عاين سفيان شعراوي. التومي يتقدم، يلعب كرة، يصوب، والتصدي حاضر. أخرى
عثمان يرجع لأمازال وتصويبه لكن سهلة بعد أن اصطدمت. فرصة الآن مغربية وبحث عن فرصة، مرت المال. شوف هذه اللقطة والكرة مرت إلى خارج المنتخب المغربي. راسي في الصالة، نعم يلعب بكل أناقة بكل ثقة. الله 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 الله، ما بعد هذا العزف عزف، ما بعد هذا العزف عزف. يا الله يا الله على كل هذا الامتاع المغربي الذي يقدم أخرى وتتخلص. يا إلهي كل هذا ما زال المنتخب المغربي هو الأفضل، هو الأحسن، هو المتقدم. كرة اللعب بينية ولكن إلى عثمان وزياد كرة لمحمد خميس، يترك كرة وفرصة تعود من جديد. اللي عاد للخلف بالكرة تعود من جديد. ليبيا في منتصف الملعب، سليمان الدرويش، يا سلام على البينية الحلوة الليبية الأولى والتصدي. كرة الآن لإسماعيل، هل يصوب؟ كرة مباشرة وفرصة ضاعت من أمام يوسف جواد الواضح أمامك في الصورة. كرة تعود وتصويبه والثانية وجول لمنتخب المغرب اللي يبدأ الشوط الثاني بقوة بالخمسة. لاحظ التصويبة الأولى، التصدي من زياد، المتابعة الدقيقة من يوسف جواد اللي ينقض على الكرة ويسجل كرة إلى تماس، وهذه لقطة الهدف والمتابعة. لم يكن هناك منتخب المغرب وب5 أهداف، 4 في الشوط الأول، هدف في الشوط الثاني وتصويبة قوية. كرة ملعوبة ممتازة لكن سهلة لحارس المرمى. للأمام إلى سفيان شعراوي، أنس العيان يلعب كرة جميلة رائعة راسية ومرت. حلوة اللقطة، طفل بالكرة الماضية، شوف راسية كانت تحتاج لشوي من القوة. انتهى بفوز المغرب 3-0. هنا كرة ملعوبة إلى زياد عزيز وكرة للأمام الآن لصالح المنتخب المغرب. بينية تعود الآن لأحمد اليمني، جميلة وفرصة قبل الوصول للنهائي بالنسبة للمنتخب المغربي. يوم راحة وبالتالي النهائي يوم الجمعة. هنا كرة مغربية وتتخلص إلى أحمد اليمني، تعود الآن لصالح المنتخب المغربي، جميلة رائعة خطيرة. والفرق اللي تتحدث عن أقوى خط هجوم بالنسبة لها، وهنا هدف جول أول للمنتخب الليبي عن طريق أحمد الأجنف، من أن يضع بصمته في المباراة بهذه الطريقة بهذا الشكل عن طريق أحمد الأجنف بهدف أول ليبي أخيرا في شباك المغربي. فيما تبقى من كرة في الوسط عند إبراهيم.